السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة تيتو للتكييف. النهاردة بإذن الله هقولك على 5 أسباب أساسية هي اللي بتخلي تكييفك مش بيبرد كويس، وأسباب أغلب الناس ما تعرفهاش. السبب الأول معانا نقص الفريون. أول وأخطر سبب نقص الفريون. لو ضغط الفريون قل بنسبة بسيطة، أداء التبريد بينزل بشكل كبير، وطبعا العميل بيلاحظ الكلام ده. ساعات بتلاقي التكييف شغال وخارج منه هوا، والهوا ده بيكون هوا عادي، أو التبريد اللي خارج مع الهوا ده بيبقى حاجة بسيطة جدا. هنا لازم يكون في فني بيقيس ضغط الجهاز ويزود الكمية المظبوطة، مش مجرد انه يشحن الجهاز وخلاص. ولو في تهريب، وده الأهم، لو في تهريب لازم يتكشف على الجهاز كويس علشان نعرف الفريون ده نقص ليه وازاي. السبب التاني لو الفلتر مش نظيف. الفلتر لو عليه تراب بيسد سحب الهواء بتاع الجهاز، وده بيخلي الوحدة الداخلية دايما مضغوطة ومش قادرة تطلع تبريد. نصيحتي، الفلتر لازم يتنضف على أقصى تقدير كل 10 أيام لو الجهاز بيشتغل باستمرار، وقت ساعتها هتحس إن في فرق في قوة الهواء والتبريد اللي خارج من الجهاز. السبب الثالث تهوية الوحدة الخارجية، ودي حاجة مهمة جدا بصراحة. الوحدة الخارجية محتاجة تهوية مفتوح، يعني بمعنى أصح، لو الوحدة الخارجية راكبة في مكان وليكن مسقط مثلا بتاع بيت، المسقط ده التهوية فيه مش كافية، أو المسقط صغير جدا على إن جهاز تكييف يركب فيه، أو جهاز التكييف محبوس بين جدارين، أو شغال وعليه الشمس مباشرة من غير مثلا ما يبقى فيه مظلة أو تندة تكون فوق الجهاز. وقت ساعتها الكمبرسور بيسخن، وبالتالي قدرة التبريد بتقل بشكل واضح جدا، وبرضه دي حاجة بيلاحظها العميل. لازم الوحدة الخارجية تبقى راكبة في مكان مفتوح، ولو الشمس على الجهاز باستمرار لازم يكون في مظلة على الجهاز. السبب الرابع قدرة التكييف مش مناسبة للمساحة، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير قبل كده، ودي نقطة مهمة جدا جدا. يعني مثلا لو غرفة مساحتها 20 متر، ما ينفعش ان انا اركب فيها جهاز 1.5 حصان. اولا المساحة كبيرة، 1.5 حصان صغير على المساحة، ده غير الاحمال الحرارية اللي بتبقى على الأوضة. لو القدرة اقل من مساحة المكان عمره ما هيبرد مهما كان نوعه او ماركته. السبب الخامس معانا اعدادات الريموت. ناس كتير بتشتكي من ضعف التبريد، والسبب بيكون من الريموت. علشان حضرتك تكون فاهم، وضع الدراي مش للتبريد، ووضع الفان ما فيهوش تبريد اصلا. لو عايز تبريد فعلي خلي الريموت على وضع الكول، ودرجة الحرارة تبقى مظبوطة على درجة مناسبة، وسرعة المراوح بتكون على الهاي لو انت محتاج تبريد عالي، او ممكن نخليها اوتوماتيك. لو عندك اي مشكلة في التكييف سيبها في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي. ولو في صيانة او تركيب او حاجات زي كده تقدر تتواصل معانا على طول بإذن الله. يا ريت ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.